النهارده قررنا نروح سيوه في رحله للاستشفاء والانتخاب. طلعت على الحلاق علشان اظبط دقني على السريع، بعد كده روحت البيت علشان الحق اجهز الشنط، وابويا الحاج الله يكرمه متطوعا كوالي هدومي وقفل معايا كل الشنط. نزلنا نشتري شويه حاجات لزوم الطريق وكنا متحمسين جدا. مذكورة في القرآن مش دي وماما قررت تشتري نص مخزون البسكوت اللي عند الراجل. خلصنا ورجعنا للعربيه تاني وشدينا الاحزمه وتوكلنا على الله. مش محتاجة يا الله على الخلقة السوداء. الطريق كان لذيذ وما حسيناش بيه، خصوصا واننا وقفنا اكتر من استراحه. وهنا اليانسون اللي طلبته كان عايز يقول لي حاجه. انا طلع لي الجمله دي: متى ستبدا رحلتك داخل نفسك؟ وامي كان نفسها في شويه نعناع اخضر بس ما كانش فيه نعناع، لولا ان الشباب اللي شغالين في الكافيه جابوا لها شويه من الجبل واتبسطت بيهم جدا. بعد كده قررنا نصور الحبوب والجروح اللي في جسمنا علشان نقارن النتيجه بعد الرحله. ما عداش ساعات ووصلنا سيوه على الساعه 6 الصبح وكان الجو برد سيكا. رحنا نجيب ميه على السريع قبل ما العربيه تيجي تاخدنا للفندق، ودقايق واتحركنا، بس وقفنا في الطريق علشان نلحق صلاه الفجر حاضر علشان ربنا يبارك في السفريه. ربنا الله